يا صباح الاستمورنينج القمر، قساوتك على نفسك ونشفانك معاها واهانتك دايما ليها عمرها ما هتساعدك ان انت تطلع من اي وضع مش عاجبك، ولا عمرها هتساعدك ان انت تكون شخص افضل. دايما قسوتنا على نفسنا دي بيكون ليها صور كتيره قوي وبيكون ليها اشكال كتيره قوي، منها ان احنا حوارنا الداخلي مع نفسنا مليان كلكعه، مليان كلام قاسي، مليان كلام وحش قوي، مليان كلام لو حد تاني سمعه احنا هنبقى مشفقين عليه لو الحد ده سمعه. فمهم تركز انت بتقول ايه لنفسك، مهم تركز ايه الاوصاف اللي انت عمال بتوصفها لنفسك من غير وعي، مهم تركز ايه اللي بيحصل جواك وايه الخناقه اللي بتحصل جواك وبقيت ماسك في زماره رقبه نفسك وعمال بتتخانق معاها. تاني حاجه بيبان فيها قسوتنا مع نفسنا هي اختياراتنا. دايما الاختيارات لو ما كانتش بناءه، لو مش بتنفعنا وبنختار كل حاجه بتهلكنا وبترجعنا لورا، فده معناه ان انت نسبه قساوتك مع نفسك كبيره جدا. احنا طول الوقت معتقدين ان الصح ان انا اكون قاسي مع نفسي، الصح ان انا اكون ماسك لنفس العصايه، الصح ان انا افضل دايما رقيب على نفسي. الدور ده مش صح. انت لو خسرت نفسك مهما كسبت من الناس هتفضل دايما حاسس انك خسران اهم شيء في الحياه وهو نفسك. ومهما خسرت من الناس بس انت عرفت تكسب نفسك وعرفت تصاحبها، فانت هتحس طول الوقت ان انت مكتفي، ان انت واخد احسن حاجه في الدنيا، ان انت فعلا عملت اللي عليك بانك حافظت على الامانه اللي ربنا اصلا اداها لك. فمهم تركز كويس قوي ايه اللي بيحصل ما بينك وما بين نفسك. مهم تركز كويس قوي في مشاعر القساوه اللي انت دايما بتديها لنفسك، وخليك عارف ان المشاعر دي هتخليك دايما تاخد نفسك من سيء لأسوأ 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 لحد ما تغطس في حفرة مش هتعرف تطلع منها أبدا، ولا هيعرف حد يساعدك فيها. فبلاش قساوة على نفسك، خليك حنين شوية عليها، صاحبها، حبها، حاول تسمعها علشان تديك من خيرها وتديك أعظم حاجة أنت نفسك فيها. وخليك دايما فاكر إن الونس الحقيقي عمرها ما كانت في الناس اللي حوالينا، الونس الحقيقي دايما هتلاقيه جواك وهو دايما نفسك. لو عجبتكم الحلقة اعملوا شير وشاركوني بتعليقاتكم، وهستناكم في استمورنينج جديد. وبس كده، شكرا.